السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الوردانيتوا عاملين ايه؟ اهلا بكم في ملعب الورداني. حلقة النهارده كالعادة كلها سسبنس واثارة. من غير ما اطول عليكم يا حبايبي، اخوكم هم كام تفصيلة مهمين جدا لاخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي والفارس الابيض نادي الزمالك، هنوضحهم مع بعض بالتفصيل. بس في البداية رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقة مع بعض نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتندى لوالدي وجميع امواتنا بالرحمة والمغفرة. ربنا يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وما ننساش ندعي لاخواتنا فلسطين ربنا ينصرهم ويزيل هذا الكرب وباقي الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايبي الوردانيتوا فضلا وليس امرا اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم المستمر لينا وانتوا ذوق يا حبايبي الوردانيتوا. والله نبدا بسم الله الرحمن الرحيم باخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي. قال ايه؟ في عروض اجنبيه ومحليه لرحيل نجوم النادي الاهلي. مين هم نجوم النادي الاهلي؟ في منهم لعيب ممكن اتوقع رحيله في حال ان انت دعمت بلاعب سوبر بصفقه او اتنين سوبر، خاصه في مركز الهجوم. مين هو؟ الفولت العالي محمود كهربا. في كلام كتير جدا ان محمود كهربا ممكن يرحل على النادي الاهلي، ومارسيل كولر موافق، بس في حاله انك هتدعم باتنين مهاجمين سوبر، المهاجمين تقال مع الوفد الجديد للنادي الاهلي المتالق مع النادي الاهلي الفتره الاخيره، واللي اتصاب مؤخرا مع منتخب بلاده ومنتخب فلسطين وسام ابو علي. هتمشي كهربا يبقى تجيب لي اتنين سوبر مع وسام ابو علي، حتى لو هتجيب لي واحد اجنبي وواحد محلي. اجنبي عندك اسماء كتير جدا، قلنا اكسبوسيتو، ديسباسيتو، ومحمد كوناتي، وبكر تراوري المالي، وبابي باجي السنغالي، وجاكسون موليكا، واسماء كتير جدا. في الحاله دي ماشي. وعندك محليين اسامه فيصل واوفا وحواش ويوسف اللبيب واسماء كتير جدا. في الحاله دي ممكن اقول لك محمود كهربا ممكن يرحل وهتدعم بالاثنين دول مع وسام ابو علي. لكن هتقول لي رضا سليم وبيرسي تاو وفي عروض وصل والحكايه والروايه، وفي حاله ان شفنا بديل ويكونوا في نفس امكانياتهم ويكونوا حتى اعلى منهم فنيا شويه، والكلام ده كله بلح وصوبيا وتمر هندي. مفيش حاجه اسمها وتقعد تقول لي اصل رضا سليم جاي له عرض من فاركو وجاي له عرض من الدوري الاماراتي وممكن يرحل على سبيل الاعاره لمده موسم واحد. الكلام ده كله بلح. وهرد على الحته دي. انا اتوقع ان حال راي الاغلبيه في مجلس اداره النادي الاهلي، فاكرين الفيديو بتاعه والنبي يابا كله اللي هو حبيبي يا حبيبي كله اللي هو مش هيسمع الفيديو ده عاوزني ابصم امضي كله ده. اتوقع ده حال راي الاغلبيه في مجلس اداره النادي الاهلي. لكن تقول لي رضا سليم وبيرسي تاو ممنوع. دول من نجوم الاهلي دلوقتي الفتره اللي احنا فيها، ومن القوام الاساسي لفريق النادي الاهلي ومن الاعمده الاساسيه. فما تقوليش ولسه ولحد لما هتجيبه ده لسه هيتاقلم، بالذات في المركزين دول، جناح اليمين والجناح الشمال. ده بالنسبه لموضوع رضا سليم وموضوع بيرسي تاو. واتكلمت في حاله ان انت هتستغنى عن خدمات محمود كهربا في حاله ايه؟ عندك حلول كتير جدا، سواء انك هتدعم بصفقات اجنبيه، تجيب مهاجم اجنبي سوبر يليق بالنادي الاهلي، او مهاجم محلي. وقلنا الاسماء. في بقى كلام ان مارسيل كولر، فنان مارسيل كولر، بيرفض عوده نجوم النادي الاهلي المعارين. طبعا اللي كلنا عارفينهم محمد شكري اللي كان معار من النادي الاهلي لسيراميكا كليوباترا، واللي اتصاب برباط صليبي ولسه هيرجع في شهر واحد. نفس الكلام علي معلول، برضو اصابته بقطع جزئي في وتر اكليس، لسه هيرجع في شهر واحد. في كلام ان مارسيل كولر رافض، دي المفاجاه، انه رافض عوده محمد شكري، وان المسؤولين بالنادي الاهلي ما يفعلوش بند الشراء اللي في عقد اعاره. المسؤولين بالنادي الاهلي حطوه في عقد اعاره محمد شكري لنادي سيراميكا ان هم يدفعوا 9 مليون جنيه ويفعلوا بند الشراء ومحمد شكري يرجع للنادي الاهلي. ده بالنسبه لمحمد شكري. برضو لسه لغايه دلوقتي احمد القندوسي اعارته انتهت مع سيراميكا كليوباترا، ولسه مارسيل كولر ما حسمش قرار عودته للنادي الاهلي. واتكلمنا ان كان في تواصل من وكيل احمد القندوسي مع المسؤولين بالنادي الاهلي عشان يتم تحديد مصيره مارسيل كولر. لغايه دلوقتي اللي انا مستغربه انه لسه بيفكر يرجع تاني احمد القندوسي من الاعاره، ولا لو قلت عوده احمد القندوسي هتكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. واتكلمت عن ثنائيه احمد القندوسي بقى وامام جريندايزر امام عاشور، لان احمد القندوسي جاي له عروض برضو من الدوري الجزائري والدوري التركي، فلازم يكون في سرعه في اتخاذ القرار لعوده احمد القندوسي. وطبعا ده هيساهم ان سكواد وتيم النادي الاهلي هيبقى افضل، وزي ما بقول دايما سكواد وتيم النادي الاهلي هيبقى خارق فارق جدي وستي للصبح. الموضوع لما كنت بتكلم على
ان مارسيل كولر مش عاوز يرجع تاني محمد شكري واحمد القندوسي، واتكلمت عن احمد القندوسي. طب محمد شكري قلنا لسه هيرجع في شهر واحد، وعلي معلول نفس الكلام، وانت ما عندكش غير كريم الدبيس اللي ما كانش بيشارك الفتره الاخيره، وقلنا لازم ياخد الفرصه ويشارك، وده هيوفر كتير، ده لو خد الفرصه وشارك. انت حاطط في دماغك بقى انك هتعتمد على عمر كمال عبد الواحد في الحته دي، ماشي مفيش اي مشكله، بس قلنا عمر كمال عبد الواحد خطورته اكتر ناحيه اليمين، سواء انك تلعبه باك يمين او تلعبه وينج يمين، وخطورته بتبان اكتر في التدعيم بالناحيه الهجوميه. وعندك برضو اسماء كتير جدا، عندك يحيى عطية الله المغربي اللي بيشارك مع فريق سوتشي الروسي، وعندك علاء غرام اللي بيشارك مع فريق صفاقسي التونسي اللي بيلعب باك شمال وقلب دفاع، اسماء كتير جدا. وبالنسبه للتدعيم بمركز الدفاع، بديل محمد عبد المنعم الابرز دلوقتي زين الدين بالعيد، وده لو قدام بلاعب اجنبي. محليا عندك اسماء كتير اتكلمنا، محمد اسماعيل، احمد حسام، مصطفى العش، كالوشة، دول ابرز الاسماء. وقلت رايي في موضوع عوده احمد القندوسي، وقلت رايي ان لازم كريم الدبيس يشارك حتى لو عمر كمال عبد الواحد خد الفرصه وشارك. في عرض لرحيل حارس النادي الاهلي المنضم حديثا للنادي الاهلي بعد اصابه محمد الشناوي على سبيل الاعاره، محمود الزنفلي، في عروض من نادي بيراميدز والبنك الاهلي، ويقدر النادي الاهلي لو فعلوا بند الشراء ودفعوا 4 مليون جنيه لنادي الداخليه خلاص يبقى اشتروا محمود الزنفلي. لكن اللي واضح لنا بشكل كبير ان محمود الزنفلي هيرحل عن النادي الاهلي، لان خاصه بعد عوده محمد الشناوي تاني وجاهزيته للمشاركه، شفناه بيشارك مع منتخب مصر. خلاص النادي الاهلي عنده محمد الشناوي وعنده مصطفى شوبير وعنده مصطفى مخلوف حارس ثالث في النادي الاهلي، وحمزه علاء بشكل كبير اللي هو حارس المنتخب الاولمبي هيرحل على سبيل الاعاره. ده بالنسبه لاخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي. بالنسبه لاخر اخبار واستعدادات الفارس الابيض نادي الزمالك، نبدا بجهود ومقترحات المسؤولين بنادي الزمالك للمساهمه في حل ازمه القيد. المسؤولين بنادي الزمالك شايفين ان فكره تخفيض رواتب بعض اللاعبين او الاستغناء عن بعض اللاعبين دي هتساهم بشكل كبير في حل ازمه القيد، وماشي ده اكيد هيساهم في حل ازمه القيد. واللاعبين اللي هيرحلوا بشكل كبير عن نادي الزمالك سامسون اكينولا وابراهيم نضاي ورؤى ومحمود علاء وياسر حمد وناصر منسي ومهاب ياسر ومحمد عاطف هيرحلوا بس على سبيل الاعاره. اللي اتكلمنا عنهم الاربعه اللي اتكلمنا عنهم قبليهم دول او الخمسه دول هيرحلوا عن طريق البيع النهائي عن نادي الزمالك عشان عاوزين يوفروا سيوله، وده طبعا هيساهم في حل ازمه القيد. حاجه كمان هتساهم في حل ازمه القيد وهتساهم ان انت ما تحطش نفسك في مشاكل تاني، ايه هو؟ الاهتمام بقطاع الناشئين، وده اللي بيحصل دلوقتي من المسؤولين بنادي الزمالك، وجايبين خبراء اجانب، وجوزيه جوميز مهتم جدا انه يحضر ماتشات سواء الناشئين بنادي الزمالك او فريق الشباب، وده اللي حصل فعلا. جوزيه جوميز قرر تصعيد بعض اللاعبين من فريق الشباب لنادي الزمالك للمشاركه مع الفريق الاول، لاعيبه من مواليد 2003 حازم اسامه ومازن عادل. حازم اسامه بيلعب هاف يمين وصانع العاب، ده حازم اسامه. مازن عادل بيلعب فيرود وراس حربه. وكان عندنا اسماء كتير جدا برضو خرجوا من نادي الزمالك على سبيل الاعاره، لاعبين شباب زي ماجد هاني اللي بيشارك مع بلديه المحله، وحسام اشرف اللي مهاجم بلديه المحله وهداف الدوري المصري حاليا، واحمد محمود باك شمال الجونه. اسماء كتير. وطبعا ومفيش شك ان الاهتمام بفريق الشباب وقطاع الناشئين دي فكره وحل مهم جدا. خلاص عندك لعيب انت عارفه وابن النادي وكل الكلام ده، وبيوفر عليك حاجات كتير جدا. بقعد بقى اشوف لعيب اجنبي، انا بقولش اللعيب الاجنبي التعاقد معاه غلط، ولكن شفنا قبل كده التعاقد بيبقى يا جماعه بالكم وليس الكيف. مش ماشي ادعم برضو بصفقات اجانب، ولكن بقى هعتمد بشكل كبير على قطاع الناشئين وفريق الشباب، واقعد افرز واشوف اللعيبه السوبر، اللعيبه الفلاتات اللي فعلا هم دول يستحقوا الانضمام للفريق الاول، وهيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا في تطور الفريق الاول بنادي الزمالك. وحصل قبل كده طلعنا نيمار وطلعنا يوسف اسامه نبيه وطلعنا سيف فاروق جعفر، لعيبه منهم مصطفى محمد الاناكوندا اللي هو اساسي مع منتخب مصر وعنانت الفرنسي ومحترف دلوقتي. فدي خطوه مهمه جدا. وفي عرض من خالد بوطيب لحل ازمه القيد. خالد بوطيب ليه مستحقات على نادي الزمالك 2 مليون و400 الف يورو، موافق ولكن بشرط ان يدفع من الاجمالي ده كله يدفع 60% مقدم و40% يتقسطوا على 4 شهور، وده اكيد بيسهل على المسؤولين بنادي الزمالك، بدل ما ادفع المبلغ كله مره واحده ادفع جزء مقدم والجزء الثاني على اقساط. ونختم باخر اخبار الفارس الابيض نادي الزمالك، الجزء اللي اتكلمنا عنه عن جهود ومقترحات المسؤولين بنادي الزمالك
للمساهمه في حل ازمه القيد غير الاستغناء عن بعض اللاعبين. جزء ليه علاقه بتخفيض رواتب بعض اللاعبين. المسؤولين بنادي الزمالك موافقين على تجديد وتمديد عقد نجم نادي الزمالك يوسف اوباما، وهو كمان موافق، ولكن انتوا هتخفضوا الراتب بتاعي، يبقى لازم يحط بند امتيازات في عقده الجديد. طالما هتخفض الراتب بتاعه يبقى تحط له بند امتيازات. في حاله حصول نادي الزمالك على بطوله جديده او لقب جديد بيحصل على مكافآت، وطبعا هيكون في بنود تانية ليها علاقه بالحملات الاعلانيه وكل الكلام ده. لكن يوسف اوباما موافق انه يجدد ويمدد عقده مع نادي الزمالك. ده بالنسبه لاخر الاخبار واستعداد الفارس الابيض نادي الزمالك. حبايبي واخواتي، لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. مش تقولوا رايكم في كومنت. سلام.